هنتكلم النهاردة عن سؤال وجع كتير من الناس في وقت من الأوقات. ليه الحب بيجرح؟ ليه الشخص اللي بنفتح له قلبنا وبنآمن ليه بيكون هو السبب في دموعنا؟ هل العيب فينا ولا في الحب نفسه؟ النهاردة هنتكلم عن سيكولوجية الوجع، ازاي تحمي قلبك من غير ما تقفله. كلامنا النهاردة هيغير نظرتكم للعلاقات تماما. أول نقطة، سقف التوقعات العالي. أول سبب للجرح هو إننا بنرسم صورة مثالية للشخص اللي بنحبه. بنفتكر إنه هيملى كل الفراغات اللي في حياتنا وهيحل كل مشاكلنا اللي بتواجهنا، ولما بنتصدم بالواقع ونعرف إنه هو زيه زينا، بيغلط وعنده مشاكله وما بيقدرش يحلها، بنحس بالجرح. إحنا مش بننجرح من الشخص، إحنا بننجرح من الصورة اللي رسمناها له في خيالنا. السبب التاني، التعلق المرضي. لما بنخلي حياتنا كلها متوقفة على شخص واحد وهو محور الحياة بالنسبة لنا، بنفقد نفسنا. بتبقى أي كلمة منه بتهزنا، ولو غاب بيدمرنا. الحب الصحي بيخليك تكبر وتقوى وتبقى أحسن كتير، لكن التعلق بيخليك تضعف. الجرح هنا بيكون إنذار من عقلك بيقولك أنت نسيت نفسك. السبب الثالث، الجروح القديمة. أنت بتعيد تمثيل الماضي. دي نقطة نفسية عميقة شوية. ساعات بتنجذب لناس بيفكروك بوجع قديم من الطفولة، وبتحاول تصلح القصة معاهم، بس للأسف أنت بتكرر نفس الوجع. الحب بيجرح هنا لأنه بيفتح جرح قديم لسه مخفش ومحتاج مننا وعي وتشافي. نيجي للسبب الرابع، الخوف من الفقد. يعني بتبقى في وجع قبل الأوان. ساعات الحب بيوجع حتى وإحنا في عز السعادة. ليه؟ لأننا دايما بنخاف إن السعادة دي تخلص. الخوف من إننا نفقد الشخص بيخلينا دايما قلقانين ومتوترين، فبننجرح من أفكارنا قبل ما ننجرح من أفعال الشخص نفسه. السبب الخامس هو غياب الحدود النفسية. الحب مش معناه إننا نلغي حدودنا. لما بنسمح لشخص إنه يتخطى حدوده معانا باسم الحب، كرامتنا بتوجعنا. الجرح هنا بيكون رسالة كرامة بتقولك إنك سمحت بزيادة على حساب نفسك. طيب الحل إيه؟ يا جماعة، الحب في أصله سكن ومودة. لو بيجرح بزيادة يبقى في حاجة غلط محتاجة تتصلح. ابدأ بحب نفسك الأول، وارسم حدودك، وخلي توقعاتك واقعية. الحب الحقيقي بيداوي مش بيجرح. أنا سيلا، قولي في التعليقات، هل مريت بتجربة حب وجعتك؟ وإيه الدرس اللي طلعتي بيه منها؟ أشوفكم الفيديو الجاي بكل حب وسكينة. شكراً.